نتيجه ما زعلتش حد خالص. الماتش خلص 0-0. هنا ضيعوا فرص، هنا دخل جون وقدروا ان هم يوصلوا للجون باكتر من طريقه، بس عشان ما كانش عندهم مهاجم قوي ما عرفوش يسجلوا اهداف. منتخب هولندا كان بيفتقد للمهاجم، منتخب فرنسا كان بيفتقد لكيليان امبابي، رغم ان مش كان كيليان المشكله على قد ما كان المهاجم هو المشكله. يعني جيرو قدر يعمل في ربع ساعه اللي ترام طول الماتش مش عارف يعمله، يمسك الكوره بطريقه سلبيه، حتى لما بيبقى كنترول عليها بتتقطع منه، حتى لو خد منها فاول فهي بتبقى بعيده برده. مفيش حد في اللعيبه اللي في الملعب في المنتخب الفرنسي واثق في ترام ان هو لما يبقى معاه الكوره تفتح له، كل هجمه بيطلع بيها ترام بتلاقي ان هو لوحده او حلوله اقل. ترام كويس جدا في انتر بس مش كويس قوي مع منتخب فرنسا. جيرو مش احسن حاجه في اي فرقه ممكن تشوفها، او امكانياته ما هوش اسرع لاعب، ولكن هو الكيمستري بتاعته في منتخب فرنسا، هو الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا، عنده حاجات كتيره قوي بتميزه عن ترام. كان لازم جيرو يلعب في حاله عدم وجود كيليان. على الرغم من ان هولندا عندها غيابات وهي مش الاقوى سكواد في اليورو، الا ان هي مشت المباراه دي بالطريقه اللي هي عايزاها. كلام في الكوره مع احمد ناصر. اعمل لايك للفيديو، سبسكرايب او اشترك في القناه، وتعالى نتكلم عن المباراه. في الشوط الاولاني فرنسا كانت حاسه بقوتها، وبرضو القوه اللي حست بيها فرنسا دي هولندا ساعدت قوي على انها تحس بيها. ليه؟ لان سايبه لهم الكوره، وده برضو كان من ذكاء هولندا، لانك لو فضلت ماسك في الكوره ومجاري فرنسا في السرعات والضغط ومش هتقدر تسد معاها، لان قوه هولندا هي موجوده في الملعب. يعني اقوى سكواد عند هولندا هو موجود في الملعب. الاحتياطي بتاع منتخب هولندا مش هيكون اقوى من التشكيله اللي انت شايفها في الوقت الحالي دي. ده يمكن كمان ان في بعض الغيابات والاصابات زي فرانك ديونج، ده برضو مأثر شويه على قوه هولندا اللي مش غنيه باللعيبه زي منتخب فرنسا. فمنتخب فرنسا اللعيبه بتاعته ابتدت تحس بده، الانا عليت، القوه بتاعتها عليت، فبقت بتطلع بالكوره من تحت باسترخاء شويه، بهدوء شويتين ثلاثه. فده كان سبب واضح جدا ان فرنسا كانت بتخلي لعيبه هولندا تتجرأ عليها شويه، وواحده في التانيه هولندا اكتشفت ان لو ضغطت اكتر على المدافعين فرنسا هتقدر تاخد الكوره من بدري. اوميبيكانو وصليبه ما كانوش هم اللعيبه اللي بتعرف تطلع بالكوره قوي وبيطلعوا الكوره بشكل صحيح. حتى في نص الملعب تشوميني ساعات كانت بتتاخد منه كرة في ميس باس في اوقات غريبه جدا من الملعب، وما بيبقاش عامل سكان كويس، والكرة بتتاخد منه من ظهره، وده شيء ما كانش متوقع او ما كانش باين. خلص كتير من الهجمات لهولندا بسبب يعني خلصت مش ايجابيه او ما تسجلش من خلالها جون بسبب ان هولندا ما عندهاش مهاجم قوي او مهاجم فينشر جامد، وده اللي خلى هولندا بتروح على جون كتير بس ما بتجيبش، او بتقطع كوره كتير بس بعد ما بتقطع كوره ما بتعملش حاجه. يعني عندك ممفيس ديباي سايب المنطقه بتاعه ال18 طول المباراة، بينزل يستلم من تحت وينزل يطلع الناس ويباصي باصات غلط ويرفع اوفرات غلط، بيلعب الركنيات غلط، بيلعب الضربات الثابتة غلط. صفر حرفيا من ممفيس ديباي. انا مش شايف ليه اي دور في الشوط الاولاني. يعني لك ان تتخيل، انا عمري في حياتي ما كنت اتخيل ان انا اطلب ان يكون فوغرست لعيب الهولندي اللي راح مانشستر يونايتد، كان خليفة لرونالدو اللي راح لعب بمستوى بالماينس، كان بيدوله تقييمات سالب، بياخد تقييم سالب في مانشستر يونايتد، ما بيعملش اي حاجة مفيدة. لا، ليه دور ودور مؤثر عن ممفيس ديباي. على الاقل راجل طويل، الكرة لو جات له يعرف يحطها بدماغه، لكن ممفيس ديباي ولا فوق ولا تحت ولا كنترول ولا دريبلينج ولا اي حاجة، صفر. الراجل بيلعب صفر طول الشوط الاولاني، صفر. انا شايف ان لو كان في اي لاعب غيره كان الموضوع يبقى الطف بكتير. كل اللي انا كنت بقوله ده دلوقتي كان ممكن ما يتقالش خالص
لولا الكوره بتاعه رابيو اللي راح بيها على خط الستة، وراح قرر انه بدل ما يحطها في البعيده لا يبصيها لجريزمان، وجريزمان راح متكعبل فيها والكوره ضاعت. فبالتالي الشوط الاولاني راح في اتجاه بعيد تماما عن الاتجاه الطبيعي. وفضلت برضو هولندا بتلعب بالطريقه دي لحد نهايه الشوط الاولاني، في فكره ان انت سايب لهم الكوره وبتلعب على السكند وبتلعب على الكاونتر. ولما نزلت الشوط الثاني برضو فضلت ماسك في نفس الكوره ديت ونفس الاسلوب ده، لان برضو عدم وجود مبابي في تشكيله المباراه او في الملعب مخلي دفاع هولندا مرتاح. يعني عندك فان دايك بطيء، اكي مش سريع، كل خط الدفاع عامه محدش بسرعه ولا قوه مبابي، فهو عدم وجوده. والبديل بتاعه ترام الاي كيو بتاعه اقل بكتير من مبابي. سرعه تفكير مبابي وسرعه تفكير ترام الاثنين ما يجوش جنب بعض. هو يعني ترام بيأدي موسم جامد مع الانتر، وده يأهله انه يلعب في منتخب فرنسا، بس انا كل اللي انا اقدر اقوله في مباراه زي دي هو ان ما كانش ينفع يكون البديل ترام، او على الاقل تضيف مع ترام شويه فرده كمان. يعني عندك كومان بره، ليه يعني ليه كومان بره؟ ليه كومان بره؟ يعني ليه كومان ما تبتديش بيه الماتش؟ يعني عندك ديمبلي وكومان هيساعدوك شويه، هيساعدوك شويتين ثلاثه، وحط انطوني جريزمان فيرود وخلصت. انت لولا كانتي، لولا ما فيش توازن في الملعب، كانتي قافش نص الملعب ماسكه بوكس تبوكس من اعلى ومن افضل. ازاي ده ما بيلعبش في اوروبا؟ انا ما اعرفش ازاي ده في الاتحاد اصلا. بيلعب بروح وباصرار غير عادي. كمان ليه كامافينجا مش موجود في الملعب؟ يعني ليه كامافينجا مش موجود في الملعب؟ الراجل عامل موسم تاريخي مع ريال مدريد، واخد 2 دوري ابطال وبيشارك، وراجل عامل موسم من اقوى مواسمه، ليه ما يلعبش؟ انا ما فهمتهاش. كرة كانت خطيرة جدا للمنتخب الهولندي في الشوط الثاني، ويعني سيمونز قدر ان هو يشوط كرة في وسط الزحمة، وكانت هتبقى 3 نقط غاليين قوي بسبب كرة زي دي. بس وجود لاعب في يعني الزاويه اللي اتشاطت فيها الكوره هي اللي خلت ان الفار تدخل، وان كده كده الحكم كان قراره صحيح. انا شايف انها ممكن يعني لما اتعادت من الزاويه بتاعت الجون، يعني الزاويه بتاعت حارس المرمى، انا شفت ان الحارس حتى لو عمل تراي مش هيجيبها. فوجود لاعب من عدمه، هي كوره كده كده جون. فخدت وديت مع نفسي بصراحه، ما عرفتش، يعني ما عرفتش كنت اقول لا قرار غير صحيح او قرار صحيح. انا شفت ان هولندا هي كانت بتلعب على كوره زي كده، الماتش كله مديه الكوره في ايد فرنسا، الماتش كله حتى في الشوط الثاني بعد ما عملت التغييرات مفيش مش فاهم كومان مصمم ان يخلي من بيس ديباي يلعب كل كوره في الملعب، وناقص يخليه يلعب الاوتات. انا ما شفتلوش ميزه. يعني الاوفر غلط، بيلعبوا على البعيده والبعيده قوي، يعني يا ريته بيحطها على خط لاعب مثلا. الفاولات بيشوطها غلط، طب الكورنر بيرفعه غلط. مش فاهم. وخرجوا متاخر قوي، كان يخرج من بدري قوي، واللي نزل مكانه ما هوش افضل منه ولا حاجه، بس يعني احسن ان وحشين اهو نجرب حاجه جديده، يعني يمكن يعمل حاجه. وبعدين فكره من الناس اللي هي بليه بتاعتها ماشيه في هولندا، يعني هو سيبك من المستوى اللي قدمه مع مانشستر يونايتد اللي كرهني في الكوره، بس يعني انا شايف ان هو مع منتخب هولندا بيأدي بموسم كويس. مش ده السكواد اللي ممكن نقول ان ده ممكن يعمل حاجه في اي بطوله اصلا، بس يعني الموضوع مقبول نوعا ما انت شايف منتخبات اوروبا كلها اتغيرت خلاص، ما بقاش في منتخب قوي منتخب ضعيف. منتخب بلجيكا بيخسر من اي حد، المانيا بكرواتيا، خلاص الكوره اتغيرت، الكوره اتغيرت.
وبقت يعني الحصان الاسود دي ما بقتش حكر على البرتغال. لا، البرتغال دلوقتي عندها من اقوى السكواد اللي موجود في العالم تقريبا، منتخب يصنف دلوقتي من اقوى السكوادات اللي موجوده في العالم. نفس الكلام ما بقاش حصان الاسود ممكن يتقال على السويد. السويد راحت بعيد قوي عن الكوره. ويلز كان عندها جيرس بيل. في فرق كده طلعت اختفت، بقت في حصنه سوداء تانية جديده باسماء جديده باشكال جديده بتقدر تخسر منتخبات عندها لعيبه كبيره زي منتخب بلجيكا، عندها اسماء قويه في الملعب، ولكن على ارض الملعب مفيش. الفنيات ما بتعترفش بالاسماء. وبكده اكون انا وصلت لنهايه مباراه فرنسا وهولندا، وان شاء الله ما يكونش اخر حلقه. لو عجبتك الحلقه اعمل لايك للفيديو وكمان سبسكرايب او اشتراك في الشانل. كان معاكم احمد نصر، باي باي.